زي كل يوم بنكون محتارين هنعمل إيه على الغدا، لكن النهارده مش هنحتار، هنقضّيها يعني، بس هنقضّيها يعني بشوية حاجات بسيطة وهنطلّع منها أكلة حلوة. هنصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعًا باسلّم عليكم ودعوة من قلبنا لإخواتنا ربنا ينصرهم يا رب، ويتقبّل شهدائهم ويشفي مرضاهم، وينصرهم عاجلًا غير آجلًا يا رب العالمين. هنا بقى أنا حطيت حلّتين، أنتم عارفين بقى حفظتوني باحب أدخل المطبخ أنجز وقت. حطيت حلّتين فيهم مَيّة، وفي كل حلّة حطيت فيهم معلقة كبيرة من الملح، وفي حلة منهم حطيت معلقة من الزيت. الحلة بقى اللي حطيت فيها ملح بس معايا كيلو من البطاطس اللي هي الصغيرة. طبعًا الصغيرة سعرها بيكون أقل شوية من البطاطس الكبيرة يعني، وده ما يمنعش طبعًا إنها بتكون نضيفة زي ما أنتم شايفين، وكمان باغسلها غسلة كويسة أوي وباشطفها شطفة تمام، وباقسم كل بطاطساية نُصّين. لو في بطاطساية كبيرة شوية ممكن أقسمها 3 قطع يعني. هاحط بقى البطاطس بالشكل ده كده وادّيها تقليبة واغطّي عليها، أسيب الغطا بس إيه موارب شوية علشان خاطر لمّا المَيّة تغلي ما توقّعش على البوتاجاز. بالنسبة للحلة التانية طبعًا المَيّة غليت، معايا 600 جرام من المكرونة اللي هي المعوجة، هاحطها في المَيّة وهاقلّبها من وقت للتاني لحد لمّا تستوي 3/4 سوا. طبعًا مش محتاجة إن أنا أفكّرِك إنِّك تشتركي في القناة لو بتشوفينا لأول مرّة، وتحطي لي لايك، وكمان اكتبي لي رأيِك في الكومنتات تحت في الوصفات اللي قبل كده اللي تابعتيها والوصفة بتاعتنا النهارده. بُصّوا بقى المكرونة باقلِّب فيها من وقت للتاني، وبس أنا غطّيت المكرونة أول ما تغلي باكشف عنها على طول يعني. بُصّوا بقى هنا كانت المكرونة ما شاء الله، يعني أنا باختبرها كده بالاقيها استوت 3/4 سوا. جاهزة بقى إن أنا أصفّيها، باصفّيها تحت الحنفية وكمان أشطفها. ليه بقى باشطفها؟ علشان خاطر أخلّيها توقّف سوا ما تستويش زيادة عن اللزوم، وكمان تفضل كده مفلفلة وما تعجنش. خلاص، نركن بقى المكرونة الجميلة على جنب وهنغسل نفس الحلة، هاغسلها غسلة كويسة وأحطها على النار. نستنى بس كده إيه المَيّة تنشف منها، وهاضيف فيها يا دوب بس معلقة واحدة كبيرة من الزيت ما تكتريش، وهاضيف فيها سِنّة بس يعني قولي فصين بس من التوم، عليهم كده ربع واحداية من الشطة وهاشوّحهم. ومعايا بقى صلصة، فاكرين الصلصة دي لمّا عملت معاكم طواجن المكرونة. شكرًا طبعًا للي كتبوا لي كومنتات ليها، والحمد لله يعني الطواجن ممتازة جدًا يعني. هاسيب لكم الحلقة بتاعتها تحت في الكومنتات أو في صندوق الوصف. قُلت لكم إن أنا لمّا باعمل صلصة المكرونة باعمل لمرّتين، زنقة زي كده محتارة على الأكل أو ما عنديش وقت كتير باطلّع بقى الصلصة الجاهزة. محتاجة بس إن أنا أضيف عليها ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، وكمان نُص معلقة صغيرة من الملح. الصلصة دي طبعًا يا جماعة صلصة متطعمة ومتنكهة وبُصّوا مليانة بقى خيرات. فهاسيب بقى الصلصة تفِك مع نفسها كده، وكمان هاسيبها تتسبِّك حلو أوي، مهم جدًا طبعًا. بُصّوا بقى ريحة الصلصة يا جماعة خطيرة، والّا لونها بقى وطعمها حكاية. قُلت بقى أمّا أبُص كده بصّة على البطاطس، لقيتها ما شاء الله استوت، جاهزة بقى إن أنا أصفّيها. بالنسبة للبطاطس هاصفّيها من المَيّة السخنة وأحُط عليها مَيّة باردة على طول، علشان خاطر أبدأ إن أنا أقشّرها بكل سهولة، تمام؟ لحد كده الوصفة بتاعتنا مش قادرة أقول لكم إن هي اقتصادية والله لإن كل حاجة بقت غالية، فربنا يعيننا وإياكم يا رب ويرزقنا وإياكم برضه من حيث لا نحتسب. هابدأ بقى إن أنا أقشّر البطاطس بالشكل ده، ولو واحدة والّا 2 كده عصلجوا في التقشير شوية ما فيش أي مشكلة خالص، إحنا كده، كده بطاطس نضيفة ومغسولة غسلة تمام. هاقشّر بقى كل الكمية في الوقت ده ما شاء الله. بُصّوا بقى الصلصة بتاعة المكرونة بقت تمام يعني. طبعًا كنت هدّيت النار شوية على الصلصة علشان خاطر بس إيه ما تتحرقش مننا. تعالوا بقى كده نبُص عليها بصّة. بُصّوا بقى يا ولاد اتسبّكت بقى وبقت حاجة خطيرة، فكّكت المكرونة من بعضها وهابدأ إن أنا أضيفها على طول على الصلصة وأقلّب بقى. بالنسبة لصلصة المكرونة كل ما سبّكتها كويس كل ما تاخد المكرونة أطعم كتير. بُصّوا الجمال بقى ولون المكرونة خطير، والّا قطع اللحمة الصغيرة اللي فيها دي مدّياها طعم وريحة خرافة. هاولّع النار التانية بقى وأهدّي عليها شوية، وأنقل عليها حلة المكرونة. هاسيبها بس إيه، يعني دقيقتين 3 على نار هادية جدًا. حطيت هنا بقى صينية أو طاسة أي حاجة، هاستنى بس تنشف المَيّة اللي فيها وبعد كده أحط فيها معلقتين من الزيت. كمان معايا بصلاية بقى صغيرة كده قطّعتها قطع رفيّعة خالص زي ما أنتم شايفين. هاحط على البصلاية رشة ملح، وبُصّوا بقى المكرونة هنا بقت خطيرة. هاطفّي عليها بقى واسيبها تتشرّب شوية من الصلصة الجميلة دي، على ما تكون البصلة اتحمّرت كده زي ما حضراتكم شايفين. هاضيف عليها حبّايتين طماطم مقطّعاهم صغيّر وحبّاية من الفلفل. هاقلّب بقى الخلطة الجميلة دي مع بعضها كويس جدًا، وأستنى بس إيه، الطماطم تتسبّك شوية مع التوابل اللي أنا هاضيفها دلوقتي. ربع معلقة صغيرة كزبرة ورشّة بسيطة من الفلفل الأسود،
وهنا بقى على العين الكبيرة حطيت طاسة وفيها زيت علشان خاطر احنا هنقسم البطاطس نصين، نصها هنحمرها في الزيت وانا بعشقها البطاطس اللي هي المسلوقة المتحمرة دي بالنسبة لي يعني بصوا حاجة تحفة يعني. هحط نصها مقلي والنص التاني هنحطه في الخلطة الممتازة اللي بتتسبك بقى. طبعا البطاطس المتحمرة هنقلبها من وقت للتاني لحد لما تاخد اللون اللي احنا عايزينه. ضفت بقى كمية البطاطس في الخلطة بتاعت الطماطم والفلفل، وضفت عليهم كمان معلقتين كبار من الكزبرة الخضراء. بصوا بقى يا جماعة البطاطس دي لوحدها والله لوحدها وجبة، مش محتاج ان انا اعمل جنبها مكرونة ولا بطاطس محمرة. بس بصوا بقى يعني حبينا ايه نقضيها بس نقضيها مستريح شوية. علشان خاطر كان في مننا مش عايز ياكل بطاطس محمرة فقلنا نسلق شوية. هبدأ بقى ان انا اهرسها بكوباية صغيرة بالشكل ده كده، واتهرست وبقت ناعمة معانا جدا وتحفة. خلاص هطفي بقى عليها النار، بقت جاهزة. وكمان المكرونة طفينا عليها النار وبقت جاهزة تمام. هبدأ بقى ان انا اخرج البطاطس بعد ما اخدت اللون الجميل ده، وحابة تديها بقى لون غامق شوية اللي يريحك. بصراحة تحفة جدا. عندي شوية توابل بطاطس بقى هرشهم عليهم بالشكل الجميل ده. بصي بقى يعني شوية سلطة جنب الأكلة الحلوة دي، شوية مخلل، شوية عيش، هتكوني عملتي غدا تحفة جدا. هنا بقى البطاطس هحطها بشكل ظريف شوية في الطبق ونظبطها بالشكل ده كده. بصوا بقى أتمنى الحلقة بتاعتنا النهاردة تعجبكم بجد يا جماعة، من الأكلات اللي بتأكل وتشبع، الأكلات البسيطة اللي زي كده. بصوا بقى شكل البطاطس خطيرة. تعالوا بقى نغرف الملكة بتاعتنا النهاردة المكرونة. بصوا بقى لونها ولا فلفلتها ولا الطعم والريحة حكاية لوحده. نظبط بقى الطبق بتاعنا وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى تكون عجبتكم ومع السلامة.